حبايب قلب ام ادم، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. ليا فتره ما نزلتش في القناه دي حاجه، قلت يا اصور لكم هنعمل ايه النهارده عشاء. بس نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبحبكم يا احلى متابعين واحلى اخوات عند ام ادم. بصوا كده النهارده جبنا شويه حاجات حلوين. هنعمل غدا عسل بيدفي في الشتاء. عارفين يعني ايه بيدفي؟ القطوا منه بسرعه. ايه هو اللي بيدفي في الشتاء؟ قولوا. يعني هنعمل حاجه حلوه كده. بصوا، اول حاجه جبنا شويه تحبيشات كده ندس الاكله السريه بتاعتنا. جبنا شويه تحبيشات كده، فلفل على بصل على جزر على بطاطس. عرفتوا الاكله الحلوه اللي بتتعامل بها الخضار ده. بس شويه جزر في السوق عسل. بصوا الجزر احنا يعني يلا زي بعض ما علينا. بصوا حلو كده ونظيف، يعني جميل الصراحة. شوية جزر حلو، والفلفل برضك حلو. بصوا الفلفل مخدر كده ولونه حلو تحفة كده. خدت يعني شوية فلفل على شوية بطاطس، على شوية بصل. وقلنا نعمل ايه؟ نعمل شوية عدس النهاردة ما حصلوش. جبت ربع كيلو عدس ب15 جنيه، معرفش ربع ولا نص ولا مش عارفة. جبته ب15 جنيه. ده الطبقان على كدن، عشان هو مرة واحدة بيتاكل العدس، مش بناكل منه تاني. وخسارة لو اتكب او خسارة لو اتشال في التلاجة وفضل يعني. لا، احنا بناكل منه مرة واحدة، مرة مرتين، ما تزيدش عن كده. جبته ب15 جنيه. طيب دلوقتي ام ادم هتاكل العدس، مش نعمل حاجه حلوه ولا ما نعملش حاجه حلوه؟ لا، نعمل حاجه حلوه مع العدس طبعا. هتعمل ايه يا ام ادم جنب العدس؟ تعمل ايه يا ام ادم؟ خمنوا هنعمل ايه. هعمل حاجه محلايه تفرح الاولاد وتفرح ابو ادم وتفرحنا انا معاهم، وافرح اخواته وحبايبي معانا. هتعمل ايه يا ام ادم؟ بص، قلبت في دماغي اعمل صينيه بسبوسه. طب لا، طب هتعمل ايه يا ام ادم؟ حاجه محلايه. اعمل صينيه كيكه، لسه عاملين كيكه بالشوكولاته. هتعمل ايه يا ام ادم؟ يا ربي، هنفكر نعمل ايه. قعدت افكر خطرت في بالي نعمل صينيه جلاش. لا طبعا مش هعمل جلاش، هخليها رمضان والقطايف وكل ده. بس طلبت معايا حاجه محلايه. طيب يا ابو ادم نعمل ايه؟ ابو ادم قال لي لا ماليش دعوه، انا خليك على الحلو. اجيب لك بسبوسه من بره، اجيب لك كيكه من بره، اجيب لك جاتوه من بره. لا مش عايزه. طلبت في دماغي اعمل يعني حاجه محليه كده وتكون سهله وسريعه وبسرعه، ما تكملش حاجه وتتعمل جنب العدس. بس هنعملها فين؟ هنعملها في مطبخ ام ادم هناك، الصفحه التانية يعني. بس هنزله لكم بكره. الفيديو ده هينزل دلوقتي. الفيديو التاني بتاع العدس وبتاع الحاجه المحليه هينزل في مطبخ ام ادم، يبقى نسمع الفيديو. بس هقول لكم طبعا ان انا هعمل ايه. يعني جبت كيلو لبن. بصوا، جبت كيلو لبن اهو. جبت كيلو لبن وجبت قشطه، علبه قشطه. بصوا علبه قشطه حلوه. قلت هعمل ايه بقى؟ هعمل ام علي. الله 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 الله، اوريكم ام علي وهي في الطواجن الصغيره بتبقى عامله ازاي، كانك جايباها من المطعم بره. بس انا دورت على ملفي، ما عندناش ملفي ابدا في اسيوط تما. عارفين ايه الملفي؟ اللي بيتباع في المخابز، اللي بيتعمل بيه ام علي. بتفتفتيه وتصب على اللبن وتحط على القشطه وتحط السكر وتدخلها في الفرن. هو ده الملفي. انا دورت عليه في اسيوط كلها ما لقيتش، مش عارفه بيتباع فين. اللي بيقول لي بيتباع، اللي يعرف الملفي بيتباع فين يقول لي، عشان انا نفسي ادوقها بالملفي. بس قلت المره دي هنقضي. ام ادم بتتوحم متهيجله على حلو، وقاعده اقول لابو ادم عايزه حلو عايزه حلو عايزه حلو. قال لي شوف الحلو اللي انت هتختاريه اعمليه، ماليش دعوه، انا ساب لي المهمه ده عليا. قلت له خلاص والله برضك هعمل ام علي، برضك هعملها. رحت جبت كيس فطير. بصوا، كيس فطير ناشف. هو زيه زي الملفي، ناشف كده زيه زي الملفي. بس الملفي بيدي لون ذهبي، لون محمص ذهبي. هو ده بتاع ام علي. قلت هكسر البتاع دوه. هكسر الفطير الابيض ده في الطواجن وهنغلي. هوريكم الطريقه هتتعمل في مطبخ ام ادم. طريقه ام ادم بقى بالفطير الابيض. محدش بيعمل بالطريقه دي، صح ولا مش صح؟ كله بيعملوا بالملفي. بس انا النهارده هغير الطريقه. مش لاقيه ملفي، انا مش لاقياه. اللي يقول لي الملفي بيتباع هتقولوا له في اي مخبز. انا دورت في مخابز اسيوط كلها ما لقيتش الملفي. اسمه الملفي.
مفيش دورت في اسيوط كلها مفيش. اخر ما زهقت جبت فطير ابيض، قلت هعمله بالفطير الابيض. هوريكم الطريقه بتاعت الفطير الابيض دي تحفه، وهنزقه في الفرن ياخد لون ونطلع وناكل ام علي. ماشي. ومش طالبه معايا ولا بسبوسه ولا كيكه ولا اي حاجه، ننوح كده. هنعمل طريقه حلو 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 من عند ام ادم. ما تنسيش في اشتراك وكومنت حلو، وتابعوا الفيديوهات وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد يوصل لكم من عند ام ادم. انتوا حبايب قلبي، دايما هعمل معاكم الحلو الجميل، ودايما هنحل دنيتنا. انا ما كانش ليا في الحلو في الاول، يعني ما كنتش، يعني انا مش بعمل الحلو دايما عشان هو الحلو بيعطشني زياده عن اللزوم. يعني ممكن اكل الحلو اشرب شفشف ميه قدام. بس يا دايما هنعمل معاكم عشان رمضان جاي، وهنعمل احلى الوصفات. هنعمل جلاش، هنعمل قطايف، هنعمل كيكه، هنعمل بسبوسه، هنعمل كنافه، هنعمل حاجات حلوه مع بعضينا. وبصوا احلى حاجات من عند ام ادم ان شاء الله. وان شاء الله فيديوهات ام ادم تعجبكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير، وانتوا بصحه وسعاده، ودايما في الخير يا رب. ويخش علينا رمضان بالفرحه والسعاده والهنا على كل البيوت يا رب العالمين. والله يكرمنا ويكرمكم ويكرم الجميع يا رب يا حبايبي. يلا باي.